حاجات الرجاله بتعملها عادي، بس عشان انت ست يبقى نو نو نو. عندما تتجلى العنصريه في ابهى صورها ويخرج المبدا من مضمونه، فيبقى فعلا يمرك يا ميار. اول حاجه الراجل يعلي صوته عادي، بس الست لا. هو كراجل بيبقى فرحان بصوته وحنجرته وفارد عضلاته علينا، وفي اي خناقه او حتى نقاش تلاقي صوته بقى عالي قد كده لدرجه انك ممكن تولد منه كهرباء. بس الست الطيبه الهاديه لو جت تعبر وتتكلم وصوتها عالي شويه، ما هي متنرفزه ومتعصبه من صوتك اللي وقع طبلوهات البيت. هنا بقى هو كراجل هيسيب الخناقه الاساسيه وهيمسك في انت ازاي تعلي صوتك عليا، على اساس ان هو عنده كرامه وانت عندك كريم كراميل ما بيتاثرش. ونختم الخناقه هنا، انا راجل ما ينفعش تعلي صوتك عليا. تاني حاجه، انا كراجل اسوق عربيتك عادي، بس ما ينفعش اقعد جنبك وانت بتسوق. تبقى عربيتك وبفلوسك او بفلوس اهلك عادي، ويجي هو بكل بجاحه يقول لك طول ما انا معاكي انا اللي اسوق، على اساس يعني ان الستات ما بتعرفش تسوق. ده اصلا نص مشاكل الشارع بسببه. وقال يعني بيبقى خايف من منظره ومراته هي اللي سايقه وهو قاعد جنبها، ويقعد يقول للناس هتقول ايه؟ هتقول ايه يا خايب؟ ما هي بفلوسها. هو اي حد هيقول عليك كلام هتصدقه ولا اللي على راسه بطحه؟ ونختم الخناقه هنا، انا راجل ما ينفعش تسوقي وانا موجود. تالت حاجه، لما نقعد وسط الناس انا اللي هتكلم ورايك لازم يكون من رايي، يعني يبقوا خارجين يحكم عليها ان هي تفضل قاعده على الكرسي وما تتكلمش. ليه 7 رجال ما عندها دماغ تفكر بيها زيها زيك وعندها لسان تتكلم بيه برضه؟ ولا انت خايف انها تتكلم فتاكل الجو منك وتبان انك فتاي؟ مش بس كده، ده لو سمح لك انك تتكلمي فانت لازم تتكلمي وتطبلي له. ما هو ما ينفعش تبقي قدام الناس ويبان كلامك انه عكس جوزك. طب افرض انك بتتكلم في حاجه مش فاهمها، ابقى مش فاهمه زيك يمرك يا ميار. ونختمها بقى انا راجل انا اللي اتكلم بس. رابع حاجه، انت هتستهبلي عاوزانا اندهلك باسمك؟ تطلبي طلبات معقوله؟ عاوزاني يناديلك باسمك؟ انت من يوم ما ولدتي وخلفتي بقى اسمك ام محمد، ام محمود، ام مريم. هيندهلك باسم بنته عادي، ما هي بنت برضه بس اسمك انت لا. ولو ما كنتيش خلفتي هيندهلك باسمه هو، يا محمد يا محمد. وانت هتردي عارفه ليه؟ علشان انت هبله، وتلاقي اسمك في كارت الفرح كان الانسه اس، وعلشان كده هتفضلي مبهمه واس. وطبعا هنختم بالجمله المشهوره، انا راجل محدش يعرف اسم مراتي. خامس حاجه بقى، التدخين للراجل عادي بس الست لا. وده على اساس ان الجهاز التنفسي عند الراجل عباره عن مكنسه ومنقي هواء، لكن انت عندك رئتين ممكن تتعب. هو يقعد في اي مكان يشرب عادي، بس انت ما ينفعش قدام الناس. على الرغم من ان ده مشهد مش غريب علينا، والستات زمان في افلام الابيض والاسود كانت بتدخن عادي زيها زي الرجال، بس ده طبعا كان زمان ايام لما يكون كل واحد في حاله مش في حال غيره. لكن مين اللي عمل التقسيمه العجيبه دي بجد ما اعرفش. حسبي الله في اي راجل بيقول ان الراجل يدخن عادي والست لا، مع ان الاثنين المفروض يبطلوا. سادس حاجه، الخيانه للراجل عادي بس الست لا. يعني حتى في قله الادب وقله الاخلاق والضمير بتتنازعوا انكم تكونوا الطب عننا. انت اول ما بتتزنق بتقول انا الراجل، وكأن دي كلمه السر اللي هتعديك من اي عقاب. انت هبل بصحيح. عموما دي حاجه تفرحنا احنا كبنات عشان الخيانه مرتبطه بيكوا انت. سابع حاجه، انا راجل اتاخر بره عادي، لكن انت لا. لما الوقت بيتاخر بنلاقي الشارع كله ولاد، لان البنات كمان لو بتتاخر هنلاقي بعض كبنات عادي في الشارع. بس ازاي يعني تكوني بنت وتتاخري بره؟ يعني لو طلع عليكي حرامي في الشارع او حد مش كويس هتتصرفي ازاي؟ مع ان انت لما بيطلع عليك نفس الحرامي بتطلع له الموبايل والمحفظه عادي جدا. تامن حاجه، هو يخرج عادي من غير اذن، بس انت لازم الاذن والموافقه. هو طبعا يدخل ويخرج في الوقت اللي هو عاوزه والمناسب ليه، لكن انت لازم تستأذني وتختاري الوقت المناسب اللي هتقولي له فيه على الخروجه. ولازم تقدمي السبت والحد وكل ايام الاسبوع وتدي تقرير عن الخروجه وعن الناس اللي هتكون فيها علشان بس يوافق وتاخدي الاذن. بس هو نازل بس كده خلاص، يعني الموضوع خلص. وبيفكري بس تساليه هو رايح فين ولا مع مين او هيعمل ايه بره. تاسع حاجه، انه من حقه يعبر باعجابه عن اي بنت، بس العكس لا. هو يبص على اللي رايحه وعلى اللي جايه ويقول على دي حلوه ويقول على دي مزه، ولا بيراعي مشاعرك ولا بيحترمك، لانه جبله وما يعرفش حاجه عن الذوق، يا قليل الذوق. لكن انت لو بصيتي على حد حتى لو كان مشهور وقلتي ده حلو وامور هتبقى ليلتك سود. ازاي تبصي على حد غيره؟ اخر حاجه احب اقولها، ان مفيش حاجه اسمها عادي عند الراجل وعيب عند البنت. كفايه تخلف، المبادئ والاخلاق واحده عند الاثنين.